الفاشر تموت جوعا، كادوغلي تموت جوعا، وكثير من السودانيين داخل السودان بيموتوا بسبب الجوع والأمراض والقهر. عارفين ليه؟ لأنه في جماعات معينة مفتعلة للأزمات دي، تجار الحرب، تجار الأزمات. وهم ديل منه؟ هم ديل نفس الناس اللي مفترض يحموا المواطن ويحموا الوطن. حاليا هم شغالين تجارة، مستغلين الظروف بتاعت الحرب دي. انتوا عارفين انه في ضباط تابعين للجيش في كادوغلي مانعين وصول المساعدات. الطريق مفتوح لكادوغلي من جنوب السودان، بإمكانهم انهم يدخلوا المساعدات من جنوب السودان طوالي، الطريق فاتح، لكن هم منعوا المساعدات دي. منعوها عشان يشتغلوا تجارة، عشان تحصل ندرة في البضاعة والمواطن يضطر انه يشتري منهم بسعر عالي. فعشان كده حصلت المجاعة في كادوغلي. ديل الناس اللي مفترض انه يحموا الوطن والمواطن شغالين تجارة، هم سبب الأزمات الحاصلة للمواطن السوداني. المواطن المعاني في كادوغلي مرق مظاهرات ضد قائد الفرقة، ضد الضباط ديل شغالين تجارة. الحصل شنو؟ الحصل قطعوا منهم الشبكة. ليه؟ عشان العالم ما يعرف انه المواطن طالع ضد الفرقة التابعة للجيش، ضد المفتعلين للأزمات، ضد المسببين للحرب دي، ضد المشعلين للحرب، الداعمين للحرب لحد اللحظة. بيستغلوا معاناة المواطن فقط للتجارة، فقط للتجارة، ما أكتر من كده. اللي عاوز يوقف معاناة المواطن السوداني بيقيف مع خط إيقاف الحرب، بترفض الحرب أولا وآخرا. ما ممكن أنت تدعم الحرب وتدعم استمرار الحرب وتجي تقول لي المواطن حاصل عليه وحاصل عليه. ما تجيني أنت تقول عنهم ديل حواضن. ما أنتوا قبل كده إنسان الفاشر ده قلتوا عنه شنو؟ قلتوا عنه إنهم ديل حواضن، ما كان عندكم مشكلة في إنه يبيدوهم. هسي حاليا ضميركم صحة؟ ضميركم صحة؟ يعني خلاص بقى عندكم ضمير؟ إنسان الفاشل بتقيف معاه لما تطالب بإيقاف الحرب. إنسان الفاشل بتقيف معاه لما تدعم وصول المساعدات الإنسانية له. إنسان الفاشل بتقيف معاه لما تقول له إنه المنطقة دي مدينة الفاشر أصبحت مدينة غير صالحة للمعيشة أصلا. حاليا فيها الفرقة السادسة، وفيها المشتركة، وفيها مستنفرين. ديل قاعدين جوا مدينة الفاشل ما بسووا أي حاجة للمواطن، فقط مستخدمينه للاستقلال السياسي فقط، للتجارة السياسية فقط. الهادي إدريس حاكم إقليم دارفور خاطب سكان الفاشر وتمشوا لحتة اسمها قرني، وهناك حتلاقوا المساعدات الإنسانية وكل الدعم. فحاليا يمكن دي من أفضل الحلول. أيوة ده ما حل يعني مثالي، ولكن من أفضل الحلول حاليا. حسب مجريات الواقع والمعارك كان من المفترض أن قوات تأسيس تستلم الفاشر في الفترة اللي فاتت، لأنه الفرقة السادسة حاليا والقوات المشتركة معاها في أضعف حالاتها. ولكن قوات تأسيس ما حتقدر إنه تسوي أي هجوم على الفاشر ما لم تضمن الإجلاء الكامل لمواطنين الفاشر، ما لم تضمن سلامة مواطن الفاشر. فالفرقة السادسة والمعاهم مستفيدين من معاناة مواطن الفاشر ومستخدمينها كدرع للوقاية من الهجوم اللي ممكن يجيهم من قوات تأسيس. فده كل الحاصل. بالنسبة للناس اللي ما عارفة عن مدينة الفاشر، مدينة الفاشر دي فيها تنوع رهيب، فيها قبائل الرزيقات، الزقاوة، المساليد، الفور، التنجور، البرتي، الميدوب، الكنجرة. برضو فيها قبائل تانية من وسط السودان. ربنا يحفظ سكان الفاشر ويرجعوا إن شاء الله لديارهم آمنين وسالمين. وإن شاء الله اللي سبب في كل الحاصل ده من سنين، ما بس حرب 15 أبريل دي، اللي سبب في كل حروب السودان ولحد اللحظة هو السبب في
المعاناة الحاصلة لكل السودانيين ربنا يزيحهم مننا للأبد عشان يسلم السودان، عشان نقدر نحن نعيش في أمن وأمان.